اختي قالت انا عايزاكي تعملي لي اكبر تحدي وتوريني ازاي بتعملي المحشي بتاعك بدون شوربه وبدون لحمه وبدون فراخ، بيطلع طعمه تحفه جدا. قلت لها تعالي وهوريكي، وقدامك كله قدامك. المهم جبنا المحشي وجبنا الكوسه وجبنا بتنجان وجبنا فلفل. وهنا بقى كنت انا ببدا اشيل راس الفلفل، قامت بنتها قالت لي لا لا يا خالته انت بتعملي غلط، بصي انت ممكن تعمليها بايدك كده وتضغطي عليها وتطلع زي الفل. قلت لها خلاص ماشي يا جودي. المهم هنا بقى بدأنا ايه، كنت جايبه البصل، مقطعه البصل بصلتين كبار قطعتهم، وقطعت معاهم فلفل احمر لان احنا نحب المحشي سبايسي جدا. المهم بدأت ضربتهم في الكبة. وعايزة اقول لكم نزلت عليهم، نزلت حطيت الزيت في الحلة، ودي حلة تابر حلة استانلس صحي. حطيت طبعا فيها معلقتين زيت كبار، وبعد كده نزلت عليهم بالبصل لحد ما قلبته شويه. وبعد كده نزلت عليهم، كنت انا مفرزه الصلصه دي، انا اللي كنت عاملاها وكنت شايلها في الفريزر.